من يوم 13 يونيو الدنيا اتقلبت بالكامل. اسرائيل شنت على ايران هجمات استهدفت فوق 100 موقع جوه منشآت نوويه ومقرات عسكريه قياديه كمان. وبعدها ردت ايران باطلاق اكتر من 100 صاروخ ومئات الدرونات نحو اسرائيل. شويه منهم وصل قواعد مهمه زي نيفاتيم، والاول مره ده يحصل على ارضيه مباشره. وده مش هجوم مخفي، ده تحول لصدام مفتوح. وده اللي هتفهمه بالتفصيل، بدايه من الضربات الاخيره مرورا بصواريخ ايران الضخمه ومفاوضات ناويه تستمر فيها، ودوافع اسرائيل لعدم التوقف وكل السيناريوهات اللي قاعدين قدامها. 13 يونيو اسرائيل بدات عمليات من اضخم عمليات ضد ايران. اكتر من 200 طياره وفي 5 موجات ضربوا منشآت نوويه زي ناتانز واصفهان ومواقع صاروخيه كمان. في الضربه دي راح قاده كبار للحرس الثوري الايراني. عدد الضحايا وصل ل 224 قتيل واكتر من 1000 مصاب، مع ذكر ايران ان حوالي 90% منهم كانوا مدنيين. الموساد زرع درونات صغيره قبل الضرب بكذا يوم عشان يتم شل دفاعات ايران قبل الطلعات الجويه بتاعتهم. اسرائيل قالت ان الضرب ده ضروري جدا لان البرنامج النووي الايراني بقى على وشك انتاج قنبله خلاص، ودي كانت اخر فرصه لايران قبل ما تعمل القنابل بتاعتها. ركز معايا وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. وسط دوشه التصعيد بعد 13 يونيو كان في ضوء خفيف كده من التهدئه. ايران كانت فعلا في اخر ايام مفاوضات نوويه مع امريكا واوروبا. المفاوضات شهدت 3 جولات اتقدمت في مسقط وروما وعمان، واللي قادها المبعوث الامريكي ستيف ويتكوف. واخرهم كانت مفاوضات يوم الاحد اللي اخيرا اتلغى بسبب القصف الاسرائيلي على ايران. وعدت ايران فيه بتجميد عمل مراكز التقسيم بتاعتها، ده غير تعهد فيها وزير عباس عراقجي لو اتوقفت الضربات هيعملوا 3 حاجات. رقم 1 هيوقفوا تخصيب اليورانيوم. رقم 2 هيعملوا ضمان فحص صارم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اللي اتأسست سنة 1957 مقرها في فيينا والنمسا. وبالمناسبة الوكالة دي طلعت بتصريح ان في ارتفاع طفيف على مستوى الاشعاع الطبيعي في منشأة ناتانز الإيرانية، فربنا يستر. رقم 3 هيعملوا رفع قياسي للعقوبات على النفط الإيراني. لكن إسرائيل دخلت على الخط ومش بس هجمت إيران، قالت إنها مش موافقة على الاتفاق ده أصلا، وإن أي تقارب بين إيران وأوروبا هيعتبر خط أحمر بالنسبة لهم. ترامب ظهر وقال إن إيران أجلوا المفاوضات لغاية الوقت اللي فات ده، وقال لك هم لو حضروا بسرعة ممكن نحط قضية النووي بتاعتهم دي في المقدمة بحيث إن هم يتفاوضوا عليها أسرع. وده من وجهة نظر إسرائيل وأمريكا. دول في أوروبا زي بريطانيا وفرنسا وألمانيا كانت بتحاول تبدل المسار مرة تانية، ومبعوثين من قطر وعمان دخلوا لتلطيف الأجواء بس بينهم. لكن إيران صرحت إن أي نقاش تاني مش مجدي لو الضربات الإسرائيلية استمرت عليهم. والنتيجة كان في مشروع اتفاق واضح بس اتصدم بضربة إسرائيلية وطهران اعتبرته مسرحية تمويه. وبكده السيجارة اللي كانت بتولع تحت الترابيزة اتحولت لحريق في العلن. ناس كتير بتقول إن إيران مش هتستحمل الضرب لو حصل تصعيد كامل، بس الحقيقة إيران عندها واحدة من أكبر ترسانة الصواريخ في الشرق الأوسط. عندهم صواريخ فاتح 110 وقيام وشهاب 3، واللي يقدر يوصل لمدى 2000 كيلومتر بسرعات أكتر من 6 ماخ، يعني أسرع من الصوت ب6 مرات. يعني يضرب إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج كمان، ويمكن يوصل لقبرص، وده من غير ما تستنى دعم من باكستان أو حتى أي حليف إقليمي تاني. إيران شغالة على الاكتفاء الذاتي في التصنيع العسكري، وعندها مصانع تحت الأرض شبه مستحيلة تتدمر. يعني من الآخر كده من ناحية الأسلحة مش مستنية حاجة من حد، ومشكلتها الأولى والأخيرة هي سهولة اختراقها مخابراتيا. وده اللي سهل اغتيال القادة والعلماء النوويين الإيرانيين بسبب زرع الموساد جواسيس في إيران قبلها بشهور عشان يرصدهم قبلها بمدة. كده الرسالة واضحة. ليه إسرائيل بقى عايزين يستمروا في الحرب؟ خلينا نشرحها كده واحدة واحدة ومن غير لف ودوران. بعد الضربة الأولى في 13 يونيو إسرائيل ما وقفتش عند سلام أو هدنة، ومش بس ضربت إيران، دي دخلت في حالة حرب فعلية. في 14 و15 يونيو كان في موجتين قصف، كل موجة فيها 50 أو 60 طيارة، الإجمالي 200 طيارة جو وجو أرض. والأهداف المدمرة شملت منشآت الطرد المركزي في ناتانز وفوردو، ومعامل تخصيب جديدة في كراج، ومراكز قيادة الحرس الثوري تحت الأرض في طهران كمان. وكمان ضربوا مواقع صواريخ باليستية زي شهاب وقيام. وكانت الخسائر تقريبا 240 قتيل من العسكريين والموظفين الفنيين، بما فيهم 9 علماء نوويين طبعا. الصحافة الإسرائيلية قالت إن كل الهجمات جت بالتنسيق مع الموساد، زي زرع طياراتهم اللي بدون طيار في داخل أراضي إيران قبل طبعا ضرباتهم بأيام. ونتنياهو صرح إن دي البداية، ولو إيران استمرت في الرد عليهم فالضربات اللي جاية هتبقى تدميرية لإيران. بس مش ده اللي بيحصل. اسرائيل بتضرب بكل قوتها ومش تحذير، والدليل انها استهدفت اكبر القاده الايرانيين والعلماء بتاعهم، فهم عارفين بيعملوا ايه. ولو ده تحذير امال الجد عامل ازاي بالنسبه له؟ ده غير تأييد داخلي في اسرائيل. حوالي 83% من اليهود بيشجعوا الضربات دي على ايران، حتى المعارضين بيدعموه كمان، وده على جانب داخلي بس. اما على الجانب الدولي فقال ان المفاجاه كانت في اعلان نتنياهو ان امريكا كانت على علم بكل الضربات قبلها، وده تصريح قاله بنفسه بعد الضربات، وده عمل جدل كبير في واشنطن. اسرائيل بتحارب مش ضعف، بتدمر في المنشآت النوويه، والوضع ابتدى بتدمير البنيه التحتيه كمان عشان تجبر الشعب الايراني انه يعترض على النظام.
وده مش معركة ضرب ورد بس، ده فتح حرب ميدانية جديدة في المنطقة. لكن إسرائيل ما كانتش متوقعة إن الدنيا هتوسع منهم وإيران هتستعيد قوتها بسرعة كده. وبناء عليه اغرب حاجه حصلت دلوقتي، ايران دخلت المعركه بشكل مباشر وضربت بطيارات مسيره وصواريخ باليستيه جوه تل ابيب نفسها. وده زود الخوف عندهم، ومش بس في الجبهه لكن حتى جوه المدن. في 15 يونيو ايران استخدمت حوالي 600 طياره مسيره وصاروخ باليستي، 80 منهم اخترقوا الدفاعات الجويه الاسرائيليه بمناطق زي حيفا وتل ابيب. حسب تقديرات الجيش الاسرائيلي ان هو تم اعتراض حوالي 78% من الصواريخ، لكن ده ساب حوالي 50 او 60 اختراق تانيين. وعلى حسب تصريحاتهم فالكلام ده ادى ان هو يموت 24 قتيل من عندهم واكتر من 300 جريح، واضرار في 18,000 عقار. وبكده اسرائيل اضطرت ترفع انذار امان للمنشآت الحيويه زي مفاعل دايمون النووي ومصافي انتاج البترول والغاز. كل دي دخلت في حاله تاهب، وزي ما تشوفها في الصحافه العبريه الجيش الاسرائيلي بيطور منظومات الدفاع الجويه بتاعته، ده غير ان حط منظومات جديده بره المفاعل النووي. اللي بيحصل في الساحه دي رساله من ايران انها وصلت لعمق تل ابيب ومش هتعرف تستخبى منهم خلاص. لكن رغم كل ده تصريحات اسرائيليه عسكريه بتقول دي ضربات اولى وممكن نطور حسب الحاجه. يعني ايران بتضرب واسرائيل بتقلب كل حجر عشان تحمي نفسها. امريكا ما دخلتش الحرب بشكل رسمي لكنها دخلت بطريقه ذكيه شويه. يوم 16 يونيو بعتوا حاملات طيارات ثانيه زي يو اس اس نيميدز جنب حامله الطيارات اللي كانت في بحر العرب، ومعاهم طيارات اف 35. كمان نقلوا طيارات الدعم الجوي وخزانات الوقود من خلال اوروبا عشان يبقوا مستعدين لاي حرب جويه ممكن تحصل فجاه. وترامب ظهر وقال لو ايران ما انسحبتش بالشروط بتاعتنا هنستخدم كل الخيارات المتاحه، ومسألة ضرب إيران بالنووي مش مستبعدة. لكن طهران ردت من أول صورة واضحة. قائد الدفاع الإيراني قال لو أمريكا اتدخلت الحرب فساعتها هتكون الحرب شاملة وكل القواعد الأمريكية في العراق والكويت والإمارات هتكون مستهدفة. ده غير إنها هتعطل مضيق هرمز عن طريق زرع الألغام فيه اللي بيساهم ب 20% من تجارة النفط في العالم كله. من الآخر كده إيران قالت عليا وعلى أعدائي. وخامنئي طلع في تصريح وقال إن لو أمريكا اتدخلت بأي شكل من الأشكال ضد إيران فهيعمل مشاكل فوضوية في المنطقة كلها، ومفيش حاجة اسمها استسلام بالنسبة لنا. ودي كانت رسالة من خامنئي لأمريكا نفسها إن هم مستعدين برد قوي جوا وإقليميا كمان. بس حجة أمريكا عشان التدخل إن هم يحافظوا بس على التوازن، ورغم الدعم الأمريكي لإسرائيل فهو مش دعم مباشر. طب ايه اكبر ضغط ممكن يشوفه الشرق الاوسط لو الامور زادت عن حدها؟ ترامب استشار مساعدينه وقرر ان في امكانيه لقصف منشاه فوردو بالقنابل الثقيله، لكن القرار لسه مش نهائي بسبب خوفه من فشل العمليه. فالحرب حاليا اصبحت حرب وجود، وده اكد كلام خامنئي ان اي ضربه امريكيه هيبقى ليها نتائج لا يمكن اصلاحها. وحسب تقارير صحفيه تانية اتنشرت ان الجيش الايراني بيختبر صاروخين تكتيكيين اقرب للمناطق في الخليج، والنتيجه اي تدخل امريكي بيساوي توسيع الحرب الحقيقيه بقى اللي ممكن تبتند الحرب لاكتر من 4 دول خليجيه، ومين عارف مين بعدهم. اما بقى السؤال هنا، لو النظام الايراني فعلا انهار او انسحب من المفاوضات، دي مش نهايه الحرب بس، فدي هتبقى بدايه لتغيير اقليمي ضخم. اسرائيل ممكن توقف البرنامج النووي بتاعها، لكن دي مش هتبقى نهايه اللعبه بالنسبه لهم، بل بالعكس هتخلق بدايه لحاله فراغ. العراق وسوريا ولبنان واليمن معرضين لتصعيد داخلي وخارجي، ومفيش حد هيقدر يتحكم في كل ده بعد كده. على الناحيه الثانيه روسيا والصين مش هيسيبوا الحصان الايراني يقع بسهوله كده. في تصريح تحليلي من اتلانتيك كونسل بيحذروا ان انهيار ايران ممكن يخلي ازمات مسلحه فوضويه في المنطقه، وهتنتشر باشكال مختلفه وبشكل اسرع. ممكن يوصلهم لكذا سيناريو. اول سيناريو ان اسرائيل تسيطر على الجزء النووي الايراني والجيش الامريكي يزود تركيباته الدفاعيه في الخليج، والصين وروسيا يدخلوا يتحكموا في اعاده البناء السياسي في المنطقه. ولو النظام الايراني اتنسف فانت هتدرك ان دول كتير هتدخل على الخط ويبتدوا يحاربوا عشان بس تلعب دور الضابط في المنطقه. انت شايف ايه؟ هل في مواجهه عامله زي كره التلج كل ما تمشي تكبر وتاخد اطراف تانية معاها، ولا هنشوف مرحله جديده اسمها ايران الجديده؟ اتمنى اعرف رايك، وخليك معانا عشان الحلقات الجايه هنغوص اكتر في الاحتمالات. وربنا يحفظ بلادنا. ما تنساش اللايك والسبسكرايب. شرفت بمتابعتكم. سلام.